دي تشيهيرو، بنت جميلة وروحها حلوة ومشهورة، بتحب الحياة وبتحب تلعب مع الحيوانات والأطفال وتنكش في الكبار وكل الناس بيحبوها. كانت بتشتغل في جلسات المساج بس سابت الشغل واشتغلت في مطعم بنتو. أما دي كونيكو، طالبة في مدرسة ثانوية، أهلها قافلين عليها ومحبكينها زيادة عن اللزوم، وكل خطوة يتصلوا عليها بتشوف تشيهيرو وبتنبهر بيها وبتفضل تصورها صور عشوائية. وفي يوم بتكون تشيهيرو مروحة وبتلاقي راجل عجوز الولاد الصغيرة بيضايقوه، فبتبعده عنهم وبتديله أكلها وبتاخده معاها البيت تحميه كمان وبتديله هدوم نظيفة. في نفس الوقت كونيكو بتكون في المدرسة وبتوري لأصحابها صور تشيهيرو وبيكونوا عارفينها لأنها مشهورة وبيقولوا لها إنها شغالة في مطعم دلوقتي. فبتروح كونيكو للمطعم وبتطلب بنتو من تشيهيرو اللي بتفاجئ بيها، بتقول لها يلا صوريني وبتعمل لها بوز البطة. فكونيكو بتتكسف وبتجري، وبعدها تشيهيرو بتروح تاكل مع الراجل العجوز اللي بياخدها على مكتبة قديمة كده يقعدوا فيها، وبتكون تشيهيرو مبسوطة. لكن تاني يوم في نفس الميعاد لما تشيهيرو بتاخد الأكل وتروح له ما بتلاقيهوش، وبتروح المكتبة بس ما بتلاقيهوش برضه، فبتقعد تقلب في الكتب لحد ما بنت بتدخل. فتشيهيرو بتعتذر لها بس البنت بتبقى مرحبة بيها وبتخليها تاخد كتاب كمان. ولما بتروح بتلاقي صاحبتها بازي مستنياها وبتقول لها انها اتنصب عليها واتاخد منها كل الفلوس اللي كانت ناوية تفتح بيها محل خاص بيها. فتشيهيرو بتواسيها وبتقول لها كمان ان في واحد عمال يدور عليها. وتاني يوم تشيهيرو بتقابل ولد صغير اسمه ماكوتو، بيرخموا على بعض وفي الاخر بتاخده تجيب له اكل. وبعدها بتروح تقف على البحر وبتشوفها كونيكو بتروح تقف جنبها، وتشيهيرو بتتعامل معاها بلطافة وبيلعبوا مع بعض من المية وبتتبسط كونيكو جدا وبتروح وبتفضل تفتكر وتتبسط اكتر. في نفس الوقت بترجع ام ماكوتا البيت متاخر وبتدخل تنام جنب ماكوتا من غير ولا كلمه ولا حتى بتطمن عليه. ومش بس كده، بتسحب الغطا من عليه كمان، والواد بياخد له حته قد كده منه. قد ايه حنان الام. وتاني يوم بتروح تشيهيرو تزور واحده كفيفه اسمها تاي في المستشفى، كانت شغاله مكانها في المطعم قبل ما تتعب وبتفضل ترغي معاها وبيعملوا مراكب بالورق. وبتكون تاي مبسوطه وبتشكر في تشيهيرو من غير ما تعرف انها استغلت مكانها، وبتكون كمان عارفه اسمها الحقيقي اللي هو آيا. وبيطلع تشيهيرو اسم الشهرة مش اكتر. وبعدها بتروح تدور تاني على الراجل العجوز لحد ما بتلاقيه، لكن للاسف بيكون واقع على الارض وميت، فبتدفنه وهي متضايقه جدا. وتاني يوم بتقابل كونيكو اللي بتتعلم ماكوتو الاسم وهي بتحضر لهم الاكل، وبتكلمها كونيكو عن عيلتها وانها عمرها ما حست بطعم الاكل معاهم على الرغم ان مامتها اكلها جميل. بعدها بيتمشوا سوا وبيلعبوا هما التلاتة، وبتدي تشيهيرو ورقه لكونيكو وبتقول لها دي خريطه الكنز، وبتسيبها وبتجري ورا ماكوتو. وتاني يوم تشيهيرو بيجي لها تليفون من حد بيقول لها ان مامتها ماتت، وبيسالها اذا كانت هتحضر الجنازه ولا لا، لكن هي بتقول انها مش فاضيه. وبعدها بتروح على المطعم ومامة ماكوتو بتجيلها وبتزعق لها وبتقول لها ملهاش دعوه بابنها وانها مهتميه بيه كويس، وطبعا ده بيبقى كذب وهي ولا مهتميه بيه ولا نيله. فبتعتذر لها تشيهيرو من سكات. في نفس الوقت كونيكو بتبقى قاعده مع عيلتها عشان تتغدى وبيتكلم باباها عن خطط في نهايه الاسبوع. ولما كونيكو بتعترض وبتقول لها انها اتفقت مع واحده صاحبتها انها هتقابلها، بيتضايق جدا وبيظهر عليه انه هيتخانق. فكونيكو بتأثر الشر وبتقول له انها هتشوف لو ينفع تلغي معاها. وتاني يوم بتفتح كونيكو خريطه الكنز وبتروح على المكان اللي تشيهيرو رسمه لها فيها وبتلاقيه المكتبه. واول ما بتروح بتلاقي البنت هناك فبتتعرف عليها وبيقعدوا هما الاتنين سوا يقروا كتب. وبالليل بتروح تشيهيرو المطعم فبتلاقي اتنين بيتخانقوا، واحد منهم بيمشي والتاني بيفضل. وبطبعها طبعا اجتماعيه وبتتعرف على كل الناس فبتتعرف عليه وبيبقوا اصحاب. وتاني يوم في المطعم مامة ماكيتو بتروح لتشيهيرو ومعاه بوكيه ورد وبتقول لها انت اللي مخلياه يجيب لي الورد، وبترميه في وشها. وبصراحه الست دي عايزه لها قلمين على وشها، بس تشيهيرو بتمسك اعصابها وبتنصحها تخلي بالها من ابنها. وبالليل بتلاقي مدير شغلها القديم بيكلمها وبيقول لها ان بازي اشتغلت معاه وبيطلب منها ترجع، بس هي ما بترضاش. وتاني يوم بتروح تقابله وبيوديها المقابر تزور مامتها، وبعدها بتقوله انها بتحس انه زي ابوها، بس هو ما بيبقاش عاجبه الكلام وبيروح يقول لبازي وبيتريقوا عليها. وبعدها بازي بتروح لها وبيكون واضح انها بتحب المدير وغيرانه عليه من تشيهيرو اللي اصلا ما بتكونش فاهمه دي عبيطه دي ولا ايه. وبعدها بازي بتمشي والمدير بيروح لها وبيطلب منها يسهروا سوا، فبتقوله ما تكلم تشيهيرو تيجي معانا بالمره، فبيقول لها لا مش عايزه اسهر مع حد زي بنتي. وهما الاتنين بيضحكوا. وفي نفس الوقت ماكوتا بيتصل بكونيكو بيقول لها انه جعان ومامته مش في البيت وهو مش لاقي المفتاح عشان يدخل، فبتقوم تعمل له اكل. ومامتها بتصحى وبتشوفها فبتقول لها انها جاعت، قالت تقوم تعمل اكل. فمامتها بتقول لها طب ابقي نضفي العك ده وراكي، انا مش هنضف ورا حد. فكونيكو بتتضايق وبترمي الاكل وبتقول لها طب والله ما انا طافحه، انتي مش همك حاجه غير البيت وانا اولع. وبترمي الاكل وبتسيبها وتمشي. طب المواعين طيب. في نفس الوقت تشيهيرو بتروح تخرج تاي عشان زهقت من المستشفى وبيقعدوا في العربيه، وبتطلع تاي عارفه ان تشيهيرو البنت اللي اشتغلت مكانها وبيتكلموا وبتفتكر تشيهيرو اول مره راحت فيها للمدير عشان تشتغل ولما استقالت وكانت ماشيه في ليله
ممطرة زي دي، وشافت المطعم وفيه تاي ودخلت طلبت أكل، وتاي ادتها وجبة مجانية، وإنها حست بالامتنان وقتها، وإنها لسبب غير معلوم شبهها جدا، ودي تاني مرة تحس فيها بكده. فبتسألها تاي عن المرة الأولى، فبتفتكر الست اللي ادتها أكل وهي صغيرة، وتاي بتقول لها إنها بتحبها وبتطلب منها تحضنها. في نفس الوقت بتروح كونيكو لماكوتو بالأكل، وبتفضل قاعدة جنبه وهو بياكل، وبتيجي مامته، لكن على عكس عادتها بترحب كونيكو وبتعامل ماكوتو حلو وبتعمل أكل ليهم، وبتقعد كونيكو تعيط من طعم الأكل. ولما ماكوتو بتسألها الأكل مش عاجبك، فبتقول لها لا أنا بعيط من حلاوته. الله يكون في عونك يا ماكوتو يا ابني. وتاني يوم الصبح تشيهيرو بتاخد تاي وتوديها على المطعم، وبيفرح بيها الناس اللي شغالة هناك. وبالليل بتعمل تشيهيرو حفلة وبتعزم كل الناس اللي تعرفهم وبتعمل لهم أكل، بازي والمدير والبنت بتاعة المكتبة وتاي واللي شغالين في المطعم وكونيكو وماكوتا، ناقص القطط والكلاب صحابها بس. وبتقعد تتفرج عليهم وهما بيضحكوا مبسوطين وبياكلوا، بس بتحس بزهق، فبتقوم تتمشى وبتلاقي تاي بتتصل بيها وبتقول لها عرفت انك مشيتي. فتشيهيرو بتقول لها شكلك بتشوفي ومخبيه علينا، فبتضحك تاني وبتقول لها تبطل توحد. فبتقول لها توحد ايه بس، ده انا ناقصه صاحب الشجر. لكن تاي بتقول لها ان الوحده جواها هي مهما قابلت ناس. وبيمر وقت وتشيهيرو بتسيب المطعم، وبتقعد تاي مع صاحب المطعم يجهزوا حاجات البنتو، وبيفتكروا سوا اول ما فتحوا المطعم وكانوا قاعدين نفس القعده دي. وبتساله تاي ليه شغل تشيهيرو عنده، فبيقول لها انه حس فيها انها بنت طيبه لما ادالها وجبه تاكلها، ووقف يراقبها وشافها بتستمتع بطعم كل حاجه بطريقه طفوليه، فحس انها طيبه وروحها حلوه في شغلها. في نفس الوقت ده تشيهيرو كانت بتحاول تبدا بدايه تانية جديده، وراحت اشتغلت في مزرعه بقر، وصاحب الشغل كان مبسوط منها انها بتتعلم بسرعه جدا، واستغرب لما عرف انها كانت شغاله في مطعم قبلها. فهي بتضحك وبتتامل في البقر. وبيخلص الفيلم على كده. لو وصلت لهنا فده معناه انك عالمي ورايق، وكمل روقانك واشترك في القناه وفعل الجرس واستنى كل جديد.